حكامنا نحن لا يحسنون إلا قمع الشعوب وإذلالها والتنكيل بها وسرقة أموالها والطعن في دينها والإعراض عن كتاب ربها وعلى سنة رسولها. انظروا ماذا يفعلون الآن في سوريا. ألم يقولوا في الجمعة الماضية صمتكم يقتلنا؟ ألم يقولوا في الجمعة الماضية صمتكم يقتلنا؟ ما بال رئيس الجمهورية في الجزائر لا يتحرك؟ ما بال السلطات لا تتحرك وتقول لهذا البصار الفاسد الفاجر كف يدك عن إخواننا؟ أليسوا إخواننا هؤلاء؟ هذه الدبابات التي تصول وتجول لم نراها تصول وتجول على إسرائيل يا إخوة الإسلام. جيوشنا وأسلحتنا معدة لنا وليست معدة لأعداء الإسلام. الطائرات تقلع لتمطر الشباب وتقتل الناس. أنعم، وكذلك البوارج، وكذلك لا تخرج جيوشنا إلا لتأديب الشعوب عندما تطالب بحقوقها وعندما ترفع صوتها وعقيرتها. لنا حق في هذه البلاد وفي غيرها تقمع، ولكننا لا نراها تخرج إلا لتأديب الشعب وإذلاله واحتقاره. من أراد أن يكون حاكما على هذه الشعوب العربية والإسلامية فليتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة له، وليتخذ من الخلفاء الراشدين أسوة له. والله لقد فتحوا الأمصار وعاش المسلمون بالقرآن أيها الإخوان في مشارق الأرض أعزة، شموا الأنوف من الطراز الأول. ولكن عندما استعمرنا ومزقنا ودمرنا المستعمر وخلف من بعد هؤلاء خلف أضاعوا القرآن وأضاعوا سنة ولد عدنان وأضاعوا منهج الخلفاء الراشدين. تمالأت علينا الدنيا وتكالبت وأصبحنا لقمة سائغة في أفواه أمريكا وأوروبا وإسرائيل. لا عزة لنا إلا بالإسلام، لا عزة لنا إلا بالإسلام. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم: والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. أيها الإخوة، الدنيا عارية، اجعلها في يدك ولا تجعلها في قلبك. الدنيا عارية، وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع.